رجعنا لكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على مراجعه الوحده الاولى جبر او مراجعه الجبر كله عموما. يعني احنا هنراجع النهارده الجبر كله من اول درس لحد اخر درس، تمام؟ اللي هما الوحدتين الاولى والثانيه على العلاقه والداله وعلى النسبه والتناسب. بس هحل تراكم الاول كله، وبعد كده نبقى نعمل فيديو تاني حل الاسئله الهامه اللي برضو في المذكره الصغيره بتاعه المعاصر، وبعد كده نبقى نحل المراجعات النهائيه، تمام؟ ولكن انا هحل التراكم كله بتاع الجبر على الوحده الاولى والثانيه. وطبعا لو انت ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت هسيب لك لينك قائمه التشغيل فوق على الشاشه، تقدر تشوف كله. انا عملت مراجعات لكل الوحدات لحد دلوقتي، نزل مراجعات لكل وحده من الوحدات، ده غير الدروس بتاعه الشرح. وكمان عملنا مراجعه الوحده الاولى قبل كده ومراجعه الوحده الثانيه جبر، لكن النهارده هنعمل عليهم كلهم من الكتاب المعاصر، تمام؟ ان شاء الله. كنت اقول حاجه ثانيه، ايه هي؟ ان انا هسيب لكم لينك الواتساب والسوشيال ميديا تحت في الديسكريبشن، تقدروا ان انتوا تتابعوني على السوشيال ميديا، تمام؟ فيلا بينا نبدا الفيديو. هنا بيقول لي اختبارات تراكميه على الدرس الاول في الجبر. اول درس خالص كنا بناخد اللي هو تساوي ازواج مرتبه وحاصل الضرب الديكارتي. افكركم وانا ماشيه كده، تمام؟ افكركم كده بالدنيا بتقول ايه. فهنا بيقول لي اذا كان س، لحظه واحده اكبر الشاشه شويه، اوكي. بقول لي اذا كان س وخمسة والزوج المرتب س زائد 5 و8 يساوي 1 و6 ص زائد س، هات لي قيمه س زائد ص. فعشان اجيب قيمه س زائد ص لازم اجيب قيمه س ولازم اجيب قيمه ص. فازاي هجيب قيمه س وازاي هجيب قيمه ص؟ قال لي انت دلوقتي عندك المسقط الاول يساوي المسقط الاول اللي هي س زائد 5 هتساوي س زائد 5 هتساوي 1 والتمانية هتساوي 6 ص زائد س. يبقى انا هساوي المسقط الاول بالمسقط الاول واساوي المسقط الثاني بالمسقط الثاني. فهقول له س زائد 5 تساوي 1، وعندي كمان 6 ص زائد س تساوي 8، تمام؟ فهنا هودي الخمسة بعكس الإشارة، يبقى أنا عندي السين قيمتها 1 ناقص 5 بسالب 4، يبقى السين قيمتها بسالب 4. وهنا هشيل السين واحط قيمتها بسالب 4، يبقى 6 ص ناقص 4 تساوي 8. عشان اجيب قيمة الصاد لازم يبقى عندي مجهول من المجهولين. انا عندي مجهولين في المعادلة صاد وسين، فعشان اقدر اجيب قيمة الصاد لازم يبقى عندي مجهول من المجهولين. فانا جبت قيمة السين اصلا بسالب 4، يبقى اشيل السين واحط مكانها سالب 4، اودي السالب 4 بعكس الاشارة، يبقى 6 ص تساوي 8 زائد 4 تساوي 12. هقسم على 6 يبقى الصاد قيمتها بكام؟ ب2. يبقى الصاد قيمتها بكام؟ ب2. يبقى انا عندي السين بسالب 4 والصاد قيمتها ب2. فهقول له سالب 4 زائد 2. هو عايز س زائد صاد، فهقول له سالب 4 زائد 2 اشاره الكبير واطرح، يبقى سالب 2. يبقى سالب ايه؟ 2. هنا بيقول لي عدد عناصر س تربيع بيساوي 9. فما دام عدد عناصر س تربيع ب9 يبقى عدد عناصر السين بس لوحدها ب3، لان عدد عناصر س تربيع معناها عدد عناصر س مضروبه في نفسها. فانت عندك الرقم اللي تضربه في نفسه مرتين يديك 9 هو ايه؟ ال3. لذلك عدد عناصر س هتبقى ب3. وقايل لي ان عدد عناصر س في ص ب15. معنى كده عدد عناصر س في ص دي معناها عدد عناصر س فعدد عناصر ص هتساوي 15. طب عدد عناصر س بكام؟ ب3، فعدد عناصر ص هتساوي 15. فتبقى عدد عناصر ص هتساوي 15 على 3. نقسم على التلاتة، نقسم على التلاتة، ف15 على التلاتة فكام؟ فيها ال5. يبقى عدد عناصر ص بكام؟ ب5. ليه؟ لأن عدد عناصر س ب3، 3 في كام؟ يديني 15. 3 في 5. اللي بعدها بيقول لي اذا كانت حاصل الضرب الديكارتي س ص يساوي الزوج المرتب 3 و2. يعني حاصل الضرب الديكارتي للمجموعه س في ص هيساوي 3 و2. عايز ص تربيع. يا مس انت قلت لنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت سواء في الشرح او في الفيديوهات عموما ان المسقط الاول ده بينتمي للمجموعه الاولى والمسقط الثاني بينتمي للمجموعه الثانيه. فمعنى كده ان السين دي العنصر بتاعها ب3، يعني السين دي عدد عناصرها 1 وعنصرها ب3، والصاد هي المسقط الثاني يبقى العنصر بتاعها 2. يبقى العنصر بتاعها كام؟ 2. هو عايز صاد تربيع.
صاد تربيع صاد 2 مش صاد تربيع صاد 2. صاد 2 دي معناها المجموعة صاد مضروبة في نفسها، معناها المجموعة صاد مضروبة في نفسها، فدي معناها المجموعة 2 مضروبة في نفسها اللي هي مضروبة في الاتنين، فيبقى هنا الزوج المرتب 2 و2، يبقى الزوج المرتب 2 وايه و2. طب اخد ده ولا ده؟ طبعا قلنا حاصل الضرب الديكارتي لازم يبقى في قوس مجموعة ازواج مرتبة ومحطوطة في قوس مجموعة، لذلك هناخد رقم ب. بعد كده بيقول لي اذا كان 2 اس س و27 يساوي 32 وصاد اس 3، انا عندي هنا بساوي المسقط الاول بالمسقط الاول والمسقط الثاني بالمسقط الثاني. المسقط الاول عباره عن 2 اس س هتساوي المسقط الاول اللي هو 32، المسقط الثاني عباره عن 27 هيساوي المسقط الثاني اللي هو صاد اس 3. طب 32 دي كام؟ هقول له 2 اس س هتساوي 2 اس 5، 2 اس س هتساوي 2 اس 5 لان ال 32 اصلا 2 اس 5، فالاساس بيساوي الاساس يبقى الاس هيساوي الاس، يبقى الس قيمتها ب5. هنا صاد اس 3 تساوي 27، لما اخد الجذر التكعيبي للطرفين هاخد الجذر التكعيبي للطرفين يبقى الصاد قيمتها بكام؟ ب3، يبقى الصاد قيمتها ب3. فمعنى كده الس قيمتها ب5 والصاد قيمتها ب3، هو عايز س على صاد فهتبقى 5 على 3 اللي هي رقم ب. تمام. بعد كده بيقول لي اذا كانت النقطة س ناقص 3 و2 ناقص س تقع في الربع الرابع، النقطة دي بتقع في الربع ايه؟ الرابع. تمام. اكيد هات له قيمة س. النقطة س ناقص 3 و2 ناقص س، النقطة دي بتقع في الربع الرابع. هات لي افتكر الاول اشارات الارباع كلها. اشارات الارباع كانت هنا موجب موجب، ده الربع الاول، الربع الثاني سالب موجب، الربع الثالث سالب سالب، الربع الرابع موجب سالب. فاشارات الربع الرابع موجب وسالب، يبقى الاولانيه لازم تبقى بالموجب والثانيه لازم تبقى بالسالب والثانيه لازم تبقى بالسالب. قيمه السين لو هي ب4 هتبقى تمام. ليه؟ لان 4 ناقص 3 ب1 و2 ناقص 3 بسالب 5، او اي حاجه اكبر من الثلاثه، اي عدد اكبر من الثلاثه. تمام. فهختار اي عدد اكبر من الثلاثه اهو، فهيبقى الاربعه موجود. بعد كده بيقول لي اذا كانت النقطه ك ناقص 2 و3 ك ناقص 2 تبعد عن محور السينات 4 وحدات، فان الكاف دي هتبقى بكام؟ واحده واحده. تبعد عن محور السينات، تبعد عن محور السينات هو بيقول لي تبعد عن محور السينات 4 وحدات، بتبعد عن محور السينات 4 وحدات. يعني ايه تبعد عن محور السينات 4 وحدات؟ يعني المسقط الصادي ب4. ما دام النقطه بتبعد عن السينات 4 وحدات يعني البعد ما بين النقطه دي ومحور السينات طوله 4، فالبعد ده هو البعد العمودي على محور السينات، لذلك بنقول ان هو المسقط الصادي. المسقط ايه؟ الصادي. يبقى المسقط الصادي هنا المفروض ان هو 3 ك ناقص 2، يبقى 3 ك ناقص 2 تساوي 4 وحدات. لو انت جيت تمثل النقطة دي ايا كان بقى النقطة فين، او موجب ولا سالب، مثلا لو النقطة دي بعدها عن محور السينات، بعدها عن محور السينات اللي هو الجزء ده اللي هو نفس الجزء اللي هتقطعه من محور ايه؟ الصادات. لذلك انا بقول المحور الصادي هيساوي 4، هودي السالب 2 بعكس الاشارة، فيبقى 3 ك هيساوي 4 زائد 2، يبقى 3 ك هتكون قيمتها ب6، لذلك الكاف هتطلع بكام؟ ب2. الكاف هتطلع بكام؟ ب2. بعد كده بيقول لي اذا كانت س المجموعه 2 وصاد 3 و4 و5 اوجد س ضرب ديكارتي صاد. الضرب الديكارتي لس صاد، فهقول الضرب الديكارتي لس صاد انا هوزع السين العنصر بتاع السين او المجموعه س على مجموعه العناصر بتاعه صاد، فهوزع المجموعه س على المجموعه ايه؟ صاد. لذلك الازواج المرتبه اللي هتنتج هوزع يبقى 2 و3 و2 و4 و2 و5 كازواج مرتبه، يبقى الزوج المرتب 2 و3 والزوج المرتب 2 و4 والزوج المرتب انا عملت ايه؟ والزوج المرتب 2 وايه؟ و5. تمام. بعد كده عايز عدد عناصر ن دي معناها عدد العناصر، عدد عناصر صاد تربيع. عدد عناصر صاد تربيع دي عباره عن عدد عناصر صاد فعدد عناصر صاد. عدد عناصر صاد بكام عنصر؟ ب3، فعدد عناصر صاد برضو كام عنصر؟ ب3. 3 في 3 بكام؟ ب9. 3 في 3 بكام؟ ب9. تمام. طيب س تربيع معناها س في س، س تربيع دي معناها
س ضرب ديكارتي س. طيب المجموعة س عبارة عن ايه؟ عن المجموعة 2. لما اضربها في المجموعة 2، محدش يقول لي يا جماعة 4، غلط يا جماعة. انا بضرب ضرب ديكارتي، ضرب ديكارتي يبقى لازم حاصل الضرب الديكارتي يطلع ازواج مرتبة، لازم حاصل الضرب الديكارتي يطلع ايه؟ ازواج مرتبة. لذلك اللي هيطلع هنا في الحاصل الضرب الديكارتي ده هيطلع زوج مرتب، استحالة يطلع عنصر ولا استحالة يطلع قوس مجموعة او قوس مجموعة، استحالة يطلع مجموعة عادية اللي هي فيها عناصر، ولكن هي هتطلع مجموعة مكتوب فيها ازواج مرتبة. تمام؟ فهتبقى 2 و2. تمام؟ حلو قوي. بعد كده خلصنا لا مش خلصنا، احنا لسه معانا السؤال الاخير. بقول لي س ناقص 1 و29 تساوي 4 وصاد أس 3 زائد 2. عايز قيمة س زائد 2 صاد. فعشان تجيب قيمة س زائد 2 صاد لازم تجيب قيمة السين ولازم تجيب قيمة الصاد، لازم اجيب قيمة السين وقيمة الصاد. فاقول له الزوج المسقط الاول يساوي المسقط الاول، يبقى س ناقص 1 تساوي 4، والمسقط التاني اللي هو صاد أس 3 زائد 2 هيساوي المسقط التاني اللي هو 29، هيساوي المسقط التاني اللي هو 29. هاجي هنا احل المعادلة، هودي السالب 1 بعكس الاشارة، يبقى الس هنا قيمتها ب5، وهنا هودي الاتنين بعكس الاشارة، فهتبقى 29 ناقص 2. 29 ناقص 2 اصلا ب27. فكام أس 3 يديني 27؟ لما اخد الجذر التكعيبي للطرفين هتطلع الصاد ب3. هتطلع الصاد بكام؟ ب3. بعد كده بيقول لي اختبار الدرس التراكمي رقم 2، فبيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة إذا كانت س ب3 و5 و7 وعين علاقة من س علاقة على س. فأنا العلاقة التي تمثل دالة من بين العلاقات الآتية. علاقة على س يعني لازم كل المساقط، علاقة على س دي يعني من س لنفسها، يعني من المجموعة س للمجموعة س نفسها برضه، يعني كأنها حاصل الضرب الديكارتي س وايه وس. تمام؟ بس هنا بيتكلم عن علاقة، فعشان تكون العلاقة دي دالة، عشان تكون العلاقة دالة لازم كل عنصر من عناصر المجموعة الأولى اللي هي أصلا كده كده س، سواء الأولى أو التانية هما الاتنين كده كده س، فلازم كل عنصر من عناصر المجموعة الأولى يظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط، يظهر كمسقط أول مرة واحدة بس. يعني إيه يا مس؟ يعني لازم العنصر 3 يظهر ويظهر مرة واحدة بس في المسقط الأول اللي هي المساقط السينية من الأزواج المرتبة، ولازم العنصر 5 يظهر ويظهر كمسقط أول برضو اللي هي المساقط السينية من الأزواج المرتبة، ولازم العنصر 7 يظهر ويظهر مرة واحدة فقط. يعني لازم 3 تظهر ولازم 5 تظهر ولازم 7 تظهر، وكل واحد منهم يظهر مرة واحدة بس. تمام؟ فانا لو جيت بصيت للاولاني هلاقي ان ال3 هنا متكرره، ما ينفعش، ال3 متكرره وكمان ال7 مش ظاهره كمسقط اول. طيب لو جيت بصيت لهنا هلاقي ال3 ظهرت وال5 ظهرت بس ال7 ما ظهرتش. لو جيت بصيت هنا هلاقي ال3 اصلا متكرره، غير ان ال3 متكرره ال5 ما ظهرتش ولا ال7 ظهر. تمام؟ لذلك هي هتبقى رقم ب. اشمعنى رقم ب؟ لان ال3 ظهرت كمسقط اول مره واحده فقط، انا ماليش دعوه بالمسقط التاني، انا ببص على المسقط الاولاني. ال3 ظهرت كمسقط اول مره واحده، ال5 ظهرت مسقط اول مره واحده، ال7 ظهرت مسقط اول مره واحده، لذلك رقم ب هي اللي صحيحه. هنا بقول لي اذا كانت س العنصر 2 س المجموعه 2، هات لي قيمه س تربيع. طبعا قلنا من غير بقى ما افكر لازم مادام س 2 دي معناها حصل الضرب الديكارتي س في س، فحصل الضرب الديكارتي لازم يطلع ازواج مرتبه ومحطوطه في قوس مجموعه. تمام؟ فهتبقى هي دي انا لسه حلها زيها. قول لي اذا كانت س بكذا وصاد بكذا فان الزوج المرتب 3 و5 ينتمي لمين؟ هل س في صاد ولا صاد في س ولا س 2 ولا صاد 2؟ قلت له هاجي ابص هلاقي ان المسقط الاول لازم يظهر ينتمي للمجموعه الاولى. المسقط الاول لازم ينتمي للمجموعه الاولى، والمسقط الثاني هينتمي للمجموعه الثانيه. فبما ان المسقط الاول 3، ال3 ده عنصر من عناصر الصاد، يبقى المجموعه الاولى هي صاد ضرب ديكارتي. ال5 عنصر من عناصر برضو الصاد، يبقى المجموعه الثانيه هي صاد.
فمعنى كده ص ضرب ديكارتي ص هيديني ص ايه؟ 2. ص ضرب ديكارتي ص هيديني ص 2. هنا بقول لي الزوج المرتب س أس 2. انا مش عارفه انا عايزه انام ولا ايه المشكله، مش فاهمه. الزوج المرتب س 2 ص أس 2 ص أس 2، والسين دي رقم ما بيساويش الصفر، والصاد رقم ما بيساويش الصفر، يقع في الربع الكام؟ هقول له عشان بتقع في الربع دي أس 2 يعني هتطلع بالموجب، وكمان الصاد أس 2 فهتطلع بالموجب، فأي حاجة تحت الأس الزوجي اللي هو الاتنين هتخرج موجب، سواء بقى كانت سالب أو موجب، فكده كده هتخرج ايه؟ هتخرج موجب. لذلك ما دام الاتنين هيبقوا موجب يبقى هي بتقع في الربع الأول، يبقى هي بتقع في الربع الأول. هنا السؤال رقم 5. رقم 5 ده بيبقى تراكمي، بيقول لي أ زائد ب بيساوي أ ب بيساوي 5. معنى كده ان أ زائد ب بيساوي 5، وكمان أ في ب بيساوي 5. تمام؟ أ تربيع ب زائد أ ب تربيع. أنا هنا هاخد الألف عامل مشترك، هاخد الألف عامل مشترك، فلما اخد الألف عامل مشترك اهو، هنا أ أس 2 وهنا أ، فهاخد الألف عامل مشترك، هنا باء وهنا باء أس 2 فهاخد الباء عامل مشترك. لما اقسم أ أس 2 باء على أ باء، أ أس 2 على أ هيديني أ، باء على الباء خلاص هتروح، زائد أ باء أس 2 على أ باء، الألف هتروح، وباء أس 2 على باء هيديني باء، وباء أس 2 على باء يديني باء. يبقى أنت هتاخد أ باء عامل مشترك وتقسم الحد الأولاني على أ باء هيديك إن هي هتطلع أ، تقسم الحد التاني على أ باء هيديك إن هي هتطلع ب. طب أ ب بكام؟ أ ب دي ب5 مضروبة في أ زائد ب بكام؟ ب5. 5 في 5 بكام؟ ب25. 5 في 5 ب25. بعد كده بيقول لي إذا كانت س 1 3 5 وعين علاق دل على س، دل على س يعني كل عناصر س هتظهر، وهتظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط، ماليش دعوه بالمساقط التانية. وكده كده برضو عناصر المساقط التانية ما دام هي دل على س يبقى عناصر المساقط التانية برضو هتكون س. دل على س دي معناها من المجموعة س لنفسها. تمام؟ بقول لي بيان عين أ و3 وباء و1 و1 و5. تمام؟ أ زائد ب هتبقى بكام؟ ما احنا قلنا ما دام هي دالة يمس يبقى لازم الواحد يظهر، ولازم التلاتة تظهر، ولازم الخمسة يظهر. مين اللي ظهر معايا بس كمسقط أول؟ هو الواحد. يبقى الألف ده ممكن يكون ب3 والباء ممكن تكون ب5، أو الألف ممكن يكون ب5 والباء ممكن تكون ب3. أنا معرفش مين فيهم اللي صح، ولكن هو مش عايز قيمة معينة، هو عايز قيمة أ زائد باء. الألف سواء الألف ب3 أو ب5، وسواء الباء ب3 أو ب5، كده كده واحدة هتبقى ب3 وواحدة هتبقى بإيه؟ ب5. 3 زائد 5 كام؟ 8. أوكي؟ بعد كده بيقول لي س 1 و2 و3 و4 وصاد 2 و3 وعين 7 و2 أوجد س تقاطع صاد ضرب ديكارتي عين. هنجيب الأول س تقاطع صاد. إيه العناصر المشتركة ما بين س وصاد؟ س تقاطع صاد دي معناها العناصر المشتركة ما بين المجموعة س والمجموعة صاد. مين العناصر المشتركة ما بين المجموعتين؟ هقول له السين عندي 1 2 3 4، الصاد عندي 2 و3، فالعناصر المشتركة ما بين س وصاد هي العنصر 2 وايه؟ و3. العنصر 2 و3. ضرب ديكارتي في المجموعة عين اللي هي 7 و2. وبعد كده هوزع العناصر، هقول له الاتنين هوزعها يبقى 2 و7 وعندي 2 و2. تمام؟ وبعد كده العنصر اللي بعد كده 3 يبقى 3 و7، هوزع ال3 مع العناصر المجموعة التانية يبقى 3 و7 و3 و2. تمام؟ اوكي كده حلينا اول سؤال. بعد كده بيقول لي س فرق صاد ضرب ديكارتي عين. س فرق صاد دي معناها العناصر اللي موجودة في المجموعة س ومش موجودة في صاد. ايه العناصر اللي موجودة في المجموعة س ومش موجودة في صاد؟ العناصر اللي موجودة في س ومش موجودة في صاد يا مس هي، انا عندي الواحد موجود في س ومش موجود في صاد، يبقى انا عندي هنا واحد. طيب عندي الاتنين موجودة في س وموجودة في صاد، يبقى لا، انا بقول اللي موجود في س ومش في صاد، يبقى الواحد والكام والاربعة. ليه؟ لان الواحد والاربعة العناصر دي موجودة في المجموعة س ومش موجودة في المجموعة صاد. ضرب ديكارتي عين، عين اللي هي 7 و2. نوزع الواحد على المجموعة التانية يبقى الزوج المرتب 1 و7، وهنا الزوج المرتب 1 و2. وزعت الواحد
ارجع اوزع الاربعة، 4 و7 و4 و2 بس كده. تمام. طيب بعد كده بيقول لي اذا كانت س، ركزوا كده معايا، اذا كانت س بنص وواحد وصفر وسالب نص وسالب واحد، والصاد بواحد 2 صفر سالب واحد سالب 2، وكانت عين علاقة من س إلى ص حيث أ عين باء تعني إن العدد أ هو المعكوس الضربي للعدد باء. الألف ده من عناصر السين والباء من عناصر الصاد. اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي وآخر بياني، وبين هل عين دالة أم لا. أولا علشان تجيب العلاقة، قال لي إن العلاقة ما بينهم إن العدد أ معكوس جمعي معكوس ضربي للعدد باء. فلو أنا خدت النص معكوسه الضربي كام؟ هتقول لي 2. المعكوس الضربي بقلب الكسر، المعكوس الضربي بقلب الكسر. فلو أنا خدت الألف بنص معكوس الضربي ب2 اتس اوكي. هنا لو انا خدت الالف بواحد، المعكوس الضربي للواحد هو نفسه بواحد، لان انا لما اقلب واحد على الواحد هيديني واحد. طيب هنا الصفر ملهاش معكوس ضربي، الصفر ملهاش معكوس ضربي، يبقى انا مش هاخد الصفر. طيب السالب نص هيبقى سالب نص وايه وسالب 2، هقلب الكسر. طيب السالب واحد هيبقى سالب واحد وسالب واحد. تمام. فانا عندي هنا دي العلاقه من س لصاد، وكتبت بيان عين. انا كده كتبت بيان عين خلاص، وامثلها بمخطط سهمي اللي هو بنعمل عمودين، هنا عناصر المجموعه الاولى، هنا عناصر المجموعه الثانيه، هنا سالب نص وواحد وصفر وسالب نص وسالب واحد، هنا 1 2 0 سالب 1 سالب 2. وقال لي هنا من ايه الازواج المرتبه اللي انا طلعتها؟ سالب نص ل2 سالب نص ل2، 1 وواحد من 1 لواحد اهو. هنا سالب نص وسالب 2 سالب نص وسالب 2 وسالب 1 وسالب 1. تمام. الصفر ليس له معكوس ضربي، معكوس الضرب غير معرف، معكوس الضرب ايه؟ غير معرف. تمام. هو بيقول لي باين هل عين دالة ام لا؟ هقول له ليست دالة لان العنصر صفر لم يظهر كمسقط اول اصلا. تمام. بس كده ده السؤال بتاعنا. كده احنا رجعنا على الدرس الاول والثاني في الوحده الاولى. يلا نكمل مراجعه. وهنا بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه. د س تساوي س اس 2 ناقص س ناقص 3 لكل اس 2. ده من الدرجه الكام؟ امتى فك وامتى افكش؟ معظمكم بيسال السؤال ده. تفك لما تكون هتجيب الدرجه، ما تفكش لما يقول لك هل هي كثيرة حدود ولا لا. يبقى لو سألك هي كثيرة حدود ولا لا مش هفك وهشتغل على نفس المسألة زي ما هي. لو قالك الدرجة كام لازم تفك وتبسط المعادلة. تمام. فأنا هنا هفك، هيبقى س أس 2 ناقص وافتح قوس، أفك القوس أس 2، فكت قوس أس 2 الأول في نفسه يبقى س أس 2، س في س بس أس 2. التاني في نفسه سالب 3 في سالب 3 بموجب 9. الحد الاوسط هيبقى الاول في التاني في 2، الاول في التاني في 2، يبقى ناقص 6 س. 3 في 2 ب6 في س ب6 س. فهتيجي توزع السالب فهيبقى س اس 2 ناقص س اس 2. هغير اشارات ده كله ليه؟ لان قبلها سالب، وما دام القوس قبله سالب يبقى تحط قوس عشان تعرف توزع السالب. تمام. وهنا سالب في سالب بموجب يبقى زائد 6 س، وسالب في موجب بسالب يبقى ناقص 9. هنا س اس 2 ناقص س اس 2 هيطيروا بعض فهيتبقى لي 6 س ناقص 9. ده من الدرجة الكام؟ الأولى. ده من الدرجة الكام؟ الأولى. تمام؟ الدوال كثيرات الحدود من الدرجة الأولى ما عدا واحدة فيهم كثيرة حدود يا مس. ما ينفعش المقام يبقى فيه المتغير س، ما ينفعش المقام يبقى فيه المتغير س، ولا ينفع أس المتغير يبقى عدد غير طبيعي. لازم أس المتغير يبقى عدد طبيعي، والمقام ما ينفعش يبقى س. دي هي اللي ليست دالة كثيرة حدود، لأن انت عندك السين هنا في المقام، فلو حطيت السين بصفر واحد على صفر مش هينفع. تمام. طيب بقول لي س ناقص 3 أس صفر بيساوي 1. أي حاجة أس صفر بتساوي 1 ما عدا الصفر. أي حاجة أس صفر تساوي 1 ما عدا صفر. صفر أس صفر كمية غير معينة، فأي حاجة أس صفر بتساوي 1 ما عدا الصفر، فهتبقى ح فرق 3. ليه؟ لأن 3 ناقص 3 صفر. تمام.
تقع على محور السينات. ما دام النقطة دي تقع على محور السينات يبقى المسقط الصادي بصفر، يبقى ب ناقص 7 هتساوي صفر، يبقى الب قيمتها بكام؟ ب7. تمام. هنا بيقول لي الدالة دي من ح لح، والدالة دي دالة كثيرة حدود. تمام. س في 2 س أس 3 زائد 5 س من الدرجة الكام؟ ما دام سألني على الدرجة يا مس يبقى أنا لازم أفك. ما دام سألني على الدرجة يبقى أنا لازم إيه؟ أفك. فأنا لازم أفك إزاي؟ هاجي أضرب أوزع السين، فهقول له س في 2 س أس 3 هيديني 2 س أس 4. س في 5 س هيديني 5 س أس 2. فلما فكيتها طلعت اكبر اس فيها من الدرجه الرابعه، اكبر اس فيها اللي هو 4، يبقى هي من الدرجه الرابعه. تمام. بعد كده د س تساوي س اس 3، فان د الاتنين زائد د السالب 2 تساوي كام؟ د الاتنين يمس معناها ان انا احط السين ب2، فهتبقى 2 اس 3 زائد د السالب 2 احط السين بسالب 2، يبقى سالب 2 اس 3. 2 اس 3 دي معناها 2 في 2 في 2، 2 في 2 في 2 ب8. وهنا السالب بيخرج من تحت الأس الفردي بسالب، فسالب موجب يديني ايه؟ سالب. 2 أس 3 بكام؟ ب8. 8 ناقص 8 يديني صفر. وقول لي إذا كانت س تساوي 3 5 7 والصاد س حيث س تنتمي للأعداد الطبيعية، والسين دي أكبر من ال8 وأقل من ال30، أكبر من ال8 وأقل من ال30. فأنا عندي الصاد دلوقتي من اكبر من ال8 اللي هي 9 10 11 12 13 14 لحد ال29. لحد الكام؟ لحد ال29. كل ده. وقول لي وكانت الدالة د من س الى ص حيث بيانها كالتالي: 3 و9 5 15 7 21. اذكر مجال الدالة. المجال ده اللي هو المسقط الاول من الدالة. المساقط الأولى من الدالة بنقول عليها المجال. فأنا عندي المجال هنا المسقط الأول 3 والمسقط الأول 5 والمسقط الأول 7، يبقى 3 5 7. اكتب قاعدة الدالة. يعني ايه قاعدة الدالة؟ يعني هاتلي الدالة دي هل هي عبارة عن س زائد 3 س في 3 3 س 5 س زائد 1 2 س ناقص 10 3 س ناقص وهكذا. وطبعا لو انتوا خدتوا الميل، انتوا كده انا شرحت كل حاجه. يعني لو انتوا متابعين القناه انا شرحت كل حاجه، وشرحت الميل وشرحت ازاي نكون المعادله. فانت اصلا تكوين العلاقه او كتابه قاعده الداله دي كانك كون لي المعادله اللي بتعبر عن الداله دي. فعشان اكون المعادله كان لازم يبقى عندي حاجتين: الميل والجزء المقطوع من محور الصادات. ايه هو الميل؟ الميل عن طريق نقطتين، انا هجيبها لكم بقى عن طريق اسمها ايه؟ الهندسه عشان تبقوا فاهمين. عن طريق نقطتين. ما انا عندي النقطتين دول للداله صح؟ موجودين في الداله. فهتجيب الميل من النقطتين دول. الميل فرق الصادات على فرق السينات، يبقى 15 ناقص 9 على 5 ناقص 3. 15 ناقص 9 كام يا مس؟ 6. على 5 ناقص 3 2، ف2 على 3 6 على 2 فكام؟ فهت3. يبقى انا عندي دلوقتي الداله اللي هي د س هتساوي 3 س. مش انا كنت بقول له ان الدالة عبارة عن ص بتساوي م س زائد ج؟ الص دي اللي هي الدال س. طب الميم بكام؟ الميم ب3. الميل خدت نقطتين من الدالة من العلاقة اللي هو مديها لي وجبت الميل بتاعها، يبقى 3 س زائد ج. اجيب الجيم منين يا مس؟ عوض باي نقطة من النقط اللي موجودة دي هتجيب الجيم. فهي دي قاعدة الدالة. طب اعوض عن ايه؟ هعوض عن السين ب3 والصاد ب9 اللي هي الدال س. يبقى الدال س ب9 والسين ب3، 3 في 3 زائد ج. ف3 في 3 ب9، وهوديها الناحية التانية هيبقى 9 ناقص 9 كام؟ صفر. هيبقى 9 ناقص 9 كام؟ صفر. تمام؟ فأنا عندي دلوقتي الجيم بصفر، فيبقى الدالة عبارة عن د س تساوي 3 س. د س تساوي 3 س لأن الجيم طلعت بصفر. تمام؟ بعد كده المسألة اللي بعد كده بيقول لي إذا كان، تمام؟ بعد كده المسألة اللي بعد كده بيقول لي إذا كان د س تساوي 3 س زائد ب ود الأربعة تساوي 13. أول مسألة فوق. د س تساوي 3 س زائد ب ود الأربعة تساوي 13. هات لي قيمة الباء. فقيمة الباء لو أنت جيت تبص هو مديك دالة اللي هي د س تساوي 3 س زائد ب أو قاعدة الدالة. تمام؟ ومديك ان د الأربعة بيساوي 13. يعني ايه الجملة دي؟
الجملة دي فيما معناها د الأربعة يساوي 13، ده معناها الزوج المرتب 4 وكام و13. يعني لما اعوض عن السين ب4 قيمة الدالة هتبقى ب13، يعني لما احط السين ب4 قيمة الدال س هتبقى بكام؟ ب13. فانت هتعوض في الدالة اللي هي دي كده، اللي هي د س تساوي 3 س زائد ب، هتحط السين ب4 والدال س تطلع بكام؟ ب13. فهحط الدال س ب13 اهو، هتساوي السين ب4، 3 في 4 ب12 زائد ب، هودي ال 12 بعكس الاشاره، يبقى الباء هتساوي 13 ناقص 12 هتساوي 1. يبقى الباء هتساوي كام؟ يبقى الباء تساوي 1. تمام؟ فانا عندي قيمه الباء خلاص جبتها. بعد كده بقول لي اذا كانت في الاختبار التراكمي اللي هو الدرس الاخير في الوحده الاولى، احنا خلاص رجعنا لاول 3 دروس، نراجع بقى على الدرس الاخير. اذا كان د س تساوي 4 فان د الأربعة على د الثمانية. بص للداله، الداله دي انا كان عندي 3 انواع من الدوال، ثابته خطيه تربيعيه. الثابته دي اللي هي ما فيهاش اي متغيرات زي اللي قدامي دي، الخطيه اللي هي بيبقى فيها متغير ومن الدرجه الاولى، التربيعيه اللي بيبقى فيها متغير بس من الدرجه الثانيه. تمام؟ فالداله دي ثابته. وكنا قلنا عن الداله الثابته شويه معلومات بسيطه، ايه هي؟ ان اي رقم هتعوض بيه عن السين الداله هتطلع ب4 زي ما هي. اي رقم هتحطه مكان السين قيمه الداله هتفضل 4. يعني سواء حطيت السين دي 5، سواء حطيت السين دي -1، سواء حطيت السين دي ب10، سواء حطيت السين دي ب0، سواء حطيت السين دي بس زائد 1، حطيتها ب2 س ناقص 5، انا ماليش دعوه السين بكام. كده كده مهما السين اتغيرت الداله هتفضل ثابته عندي، قيمه الداله بكام؟ ب4. تمام؟ فانا عندي د الأربعة يا باشا، انا قلت لك مهما غيرت قيمه السين الداله ثابته وقيمتها ب4، فيبقى د الأربعة برضو بكام؟ ب4. طيب د الثمانية، هل هضرب دي في حاجه؟ مش بضربتش، مهما غيرت قيمه السين الداله هتفضل ثابته وقيمتها ب4، ف4 على 4 فيها كام؟ فيها الواحد. اوكي؟ اللي بعد كده ده تراكمي من السنه اللي فاتت. لو انت جيت حللت س تربيع ناقص ص تربيع، هتقول له س في س وصاد في صاد، واحده بالموجب وواحده بالسالب. فانت عندك دي عباره عن حاصل الضرب س ناقص صاد في س زائد صاد. س ناقص صاد دي قيمتها ب5 وس زائد صاد قيمتها ب1، ف5 في 1 ب5. تمام؟ تمام. نيجي للي بعد كده، بقول لي اذا كان المستقيم الممثل للداله د من ح لح حيث د س تساوي 2 س زائد 3 زائد ج يمر بنقطه الاصل. ما دام بيمر بنقطه الاصل يعني السين بصفر والدال س بايه؟ بصفر. يعني السين بصفر والدال س بايه؟ بصفر. فان قيمه الجيم هقول له انا هحط الدال س بصفر وهحط السين بصفر، 2 في صفر بصفر زائد 3 زائد ج، فده خلاص يبقى 3 زائد ج هيساوي صفر، يبقى الجيم هنا بسالب 3، يبقى الجيم بسالب ايه؟ 3. بقول لي الداله الخطيه المعرفه بالقاعده ص تساوي 2 س ناقص 1 يمثلها خط مستقيم يقطع محور الصادات. يقطع محور الصادات يبقى تحط لي السين بصفر، يقطع محور السينات يبقى تحط لي الصاد او الدال س بصفر. تمام؟ فبقول لي يقطع محور الصادات في النقطه كام؟ هقول له يقطع محور الصادات معناها ان السين قيمتها بصفر، فلما احط السين بصفر يبقى 2 في صفر ناقص 1. 2 في صفر بايه؟ بصفر، يبقى الصاد قيمتها بسالب 1، يبقى الصاد قيمتها بايه؟ بسالب 1. يبقى لما احط السين بصفر قيمة الصاد هتبقى بسالب 1. تمام؟ بعد كده بيقول لي الدالة د من ح لح حيث د س تساوي أ س زائد ب تمثل دالة خطية بشرط ان الألف ده ما يكونش بكام؟ يا مس انت لسه قايلة ان هي دالة خطية، يعني دالة من الدرجة الأولى، دالة من الدرجة الأولى. فعشان تكون دالة من الدرجة الأولى ما ينفعش ده يبقى بصفر، لأن لو ده بقى بصفر خلاص ما عادش فيه أصلا متغيرات، ما عادش فيه ايه؟ متغيرات. فعشان تبقى الدالة دي دالة خطية الألف لا يساوي الصفر، الألف لا يساوي الصفر. فالألف أي عدد عادي بس ما عدا الصفر، الألف أي عدد ما عدا الصفر، لأن هو لو بقى بصفر الدالة دي هتطلع دالة ثابتة مش خطية. تمام؟ بقول لي إذا كانت النقطة أ و3 تقع على الخط المستقيم الممثل للدالة دي. الألف و3 بتنتمي للخط المستقيم الممثل للدالة د س تساوي 4 س ناقص 5، فمعنى كده ان قيمة السين بألف والدال س قيمتها ب3،
معنى ان هي بتنتمي للدالة يبقى هشيل الالف السين واحط مكانها الف، واشيل الدال س واحط مكانها ايه 3. تمام. فعشان اشيل السين واحط مكانها الف والدال س واحط مكانها 3 اهو 3 هيساوي 4 س يعني 4 الف ناقص 5 اهو. هودي ده بعكس الاشاره فيبقى 4 الف هيساوي 3 زائد 5. 3 زائد 5 بكام؟ ب8. يبقى 4 الف هيساوي 8 فيبقى الالف هنا بكام؟ ب2. يبقى الالف هنا بكام؟ ب2. بس كده سهله قوي. تمام. مثل بيانيا المنحنى ده متخذا الفتره كذا كذا وهات لي معادله محور التماثل وهات لي القيمه العظمى والصغرى. تمام. طيب علشان تمثل بسم الله الرحمن الرحيم. عشان امثل ده بيانيا هعمل ايه؟ لازم ارسم الجدول او لازم اجيب الازواج المرتبه اللي بتحقق لي ده. فاجيب الازواج المرتبه ما بين السين والدال س. انت عندك قالك الفتره من 1 ل5. 1 2 3 4 5 اهو. لما اعوض عن السين بواحد فهيبقى 1 ناقص 3. 1 ناقص 3 بسالب 2. سالب 2 أس 2 بكام؟ ب4. فاعوض عن السين ب2. 2 ناقص 3 بسالب 1. سالب 1 أس 2 بكام؟ ب1. اعوض عن السين ب3. 3 ناقص 3 بصفر. صفر أس 2 بايه؟ بصفر. اعوض عن السين ب4. 4 ناقص 3 1. 1 أس 2 ب1. اعوض عن السين ب5. 5 ناقص 3 2. 2 تربيع بكام؟ ب4. فانت كده رسمت او جبت الازواج المرتبه. اول زوج مرتب عندك 1 و4 اهو، وتاني زوج مرتب 2 و1، وتالت زوج مرتب 3 و0، ورابع زوج مرتب 4 و1، وخامس زوج مرتب 5 و4، وخامس زوج مرتب 5 و4. فلما اجي امثلها بيانيا على الشبكه التربيعيه اهو كام وكام؟ 1 2 3 4 5 سالب 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 اهو 1 2 3 4 5 ماشي كفايه سالب 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 سالب. فهنا 1 و4 1 و4 اهو ادي النقطه 1 و4. 2 و1 2 و1 اهو. 3 و0 3 على السين وصفر اهو. يبقى النقطة دي على السين لأن الصادات عندها بصفر. 5 و4 4 الأول 4 و1 4 و1 اهو. 5 و4 هنا كده اهو المنحنى اهو ماشي. فهو بيقول لي هات لي معادلة محور تماثل المنحنى. معادلة محور التماثل معناها ان السين هتساوي كام اهو. ده محور التماثل اهو. ده اللي بيقسم المنحنى لجزئين متساويين. ده اللي بيقسم المنحنى لجزئين متساويين. فمعنى كده معادلة محور التماثل عند السين بكام؟ ب3. يبقى المستقيم ده المعادلة بتاعته السين تساوي 3. ده معناه يعني معادلة محور التماثل هنا بالسين تساوي 3. القيمة الصغرى أصغر نقطة في النقط الموجودة هنا على الصادات بكام؟ عند الصادات بصفر. يبقى القيمة الصغرى هي ايه؟ صفر. القيمة الصغرى بصفر. تمام. بعد كده بيقول لي هات إذا كانت السين بكذا والصاد بكذا والعين بكذا هات لي س تقاطع صاد. س تقاطع صاد مفيش أصلا مفيش تقاطع ما بين السين والصاد. هنا 3 وهنا 4 و5 فمفيش عناصر مشتركة بين المجموعتين فهيبقى فاي. فاي في اي مجموعة بيطلع فاي. فاي في اي مجموعة بيطلع ايه؟ فاي. س اللي هي العنصر 3 ضرب ديكارت في صاد فرق عين. ايه اللي موجود في صاد ومش موجود في عين؟ هي الاربعة. لان الاربعة هي اللي موجودة في صاد ومش موجودة في عين. يبقى هنا الزوج المرتب 3 وكام؟ و4. يبقى هنا الزوج المرتب 3 و4. طب عدد عناصر س أس 2 دي معناه عدد عناصر س فعدد عناصر س. عدد عناصر س بكام؟ عدد عناصر س ب3. فعدد عناصر س بكام؟ ب3. 3 في 3 بكام؟ ب9. 3 في 3 بكام؟ ب9. بس كده. يا جماعة أنا افتكرت حاجة. للأسف أنا كنت حالة ده أصلا ونزل. يعني أنا نزلت ده الأسبوع ده المرة اللي كان فيها
نزلت ده الفيديو اللي فات، تمام؟ فانا مش هقدر انزل ده تاني، يعني انا لو حليت ده تاني كاني ما حليتش اصلا حاجه، خلاص ما انا حلاه قبل كده، فاحله تاني اعمل بيه ايه؟ تمام. فهنا يعني هنا خلاص بقى، يعني انا حليت ده قبل كده فاحله تاني، ملوش لازمه ان انا احله تاني، تمام. فنكتفي بهذا القدر اللي هي تبقى مراجعه على الوحده الاولى جبر، تمام. فهنكتفي بهذا القدر اللي هو مراجعه على الوحده الاولى جبر من كتاب المعاصر للاختبارات التراكميه، واستنونا في الفيديو الجاي هيبقى مراجعه على الهندسه ككل، هيبقى مراجعه على الوحده الاولى هندسه برضو تراكمي من المعاصر، تمام. الوحده الجايه هتبقى مراجعه على الوحده الاولى هندسه تراكمي من المعاصر، وبعد كده بقى نعمل مراجعه على الجبر كامل ومراجعه على الهندسه كامل. ولو عايزين نعمل، انا كنت قلت لكم وما عملتهاش، اللي هي مراجعه على الرسومات لوحدها بتاعه الداله التربيعيه، والرسومات بتاعه اللي هي الجا والجتا والظا والكلام ده نبقى نعملها لوحدها. انا ما عنديش مشكله، وان شاء الله ان شاء الله بقدر الامكان هحاول اعمل لكم الفيديوهين دول علشان انا عارفه ان هم مهمين، ودول اهم حاجه في ثالثه اعدادي الترم الاول، تمام. فهنكتفي ان احنا النهارده نراجع الوحده الاولى جبر، وان شاء الله استنونا في فيديو جديد، واتمنى تكونوا مبسوطين من الشرح وفاهمين كويس، وان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.